صباح الخير. بصوا القرص الجميلة ديت، لو باظ عندك كيلو حليب ما ترميهوش، اوعي تدلقيه في الحوض، هاتيه ونغليه ونحط فيه باكو خميرة ونركنه على جنب ونعمل بيه القرص الجميلة ديت والمخبوزات اللي بالجبنة وحبة البركة الحلوة ديت. تعالي بقى معايا اقولك انا عملت ايه. جبت كيلو دقيق، نخلته كويس وحطيت رشة ملح ورشة سكر، وبعدين جبت كيلو حليب كنت غليته وقطع، طبعا ما يبقاش سخن، يبقى دافي. حطيت فيه باكو خميرة وقلبته كويس، وحطيت فيه 3 معالق سكر وقلبت كويس وركنته شوية لغاية ما الخميرة تفاعلت. بعد كده رحت جايباها حطيتها على الدقيق وقلبت كويس، وحطيت كوباية سمنة على زيت وكوباية حليب دافي وعجنت، والعجينة كانت لينة وجميلة. سبتها ترتاح وبعد كده قطعتها وعملتها زي ما حضرتك شايفة كده. حشيتها بالعجوة وعملت كمان المخبوزات اللي بحبة البركة، برضو حشيتها بالجبنة، يعني حشيت بالعجوة وحشيت بالجبنة. طلعت حلوة قوي وخطيرة وموفرة، وحاجة في البيت بتبقى لذيذة وحلوة. آخر السهرة ممكن لو عايزة مثلا كوباية نسكافيه، كوباية حليب، كوباية شاي بحليب، وتقعدي بقى وتاكلي المخبوزات الجميلة دي كده وانتي بتتفرجي على التلفزيون او على بتقلبي في الموبايل. الحاجات المخبوزات دي يا جماعة حلوة في البيت جدا. ريحة البيت كده لما بيكون فيها مخبوزات وخميرة بتحسي كده بالخير، وبتحسي بصي اهي انا فتحت واحدة اهيت من اللي هي المخبوزات اللي بالجبنة، انا حشيتها جبنة اللي هي الجبنة البيضة ديت الدومتي. طلعت رائعة وريحتها حلوة وطعمها حلو، وأتمنى يا رب يكون الفيديو مفيد بالنسبة لك. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك واشتراك في القناة. أترككم في رعاية الله.